الجمال كلمة جميلة تبعث على الارتياح والسرور، وابن آدم بطبعه يحب الجمال، يحب جمال الطبيعة، يحب جمال الجو، بل إنه يسافر من أجل الجمال. والمرأة تنكح لجمالها، والله جل وعلا ذكر الجمال في القرآن الكريم، والله جل وعلا ذكر الجمال في القرآن الكريم: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولما كانت هذا الأمر مطلب نفسي وروحي وفطري في الإنسان، الله جل وعلا جمل الجنة لأهل الجنة وزينها وجعل فيها أنهار، وجعل فيها ما تشتهيه الأنفس والحور العين إلى غير ذلك من الجمال. كل هذا الذي ذكرته لك إنما هو جمال المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا. فإذا كان هذا جمالها، فكيف إذن بجمال خالقها سبحانه وتعالى؟ إن الله جميل يحب الجمال، ولهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة رؤية الله جل وعلا. والله جل وعلا سماه الزيادة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. على هذا النعيم وعلى ما هم فيه زيادة برؤية الله جل وعلا. هذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، أنهم يرون ربهم في الدار الآخرة. فإذا أردت أن تصل إلى هذا الجمال فعليك بالعمل الصالح في هذه الدنيا، لأن العمل الصالح جمال في الدنيا، والله جل وعلا يكافئك به جمال الجنة وجمال رؤيته. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك.